بما ان الدنيا بقت غالية جدا وكل حاجة فيها بقت غالية حتى الحلويات، فقررت النهاردة اعمل لكم حلوة هي صعيدي، يعني حاجة صعيدي كده اصلي. تمام. ومكوناتها كلها موجودة في اي بيت، اي بيت هتفتح التلاجة هتلاقي المكونات بتاعتها، مش هتتكلف معانا حاجة خالص، ويعني تكلفتها رخيصة جدا. تمام. تعالوا اوريكم هعمل ايه. اول ولا قلت ازيكم عاملين ايه، ولا قلت ادعوا لي دعوة حلوة، ولا قلت اي حاجة، انا خلاص الدنيا معايا باظت خالص. المهم لو انت اول مره تتفرج عليا تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه، تحط لايك المتين على الفيديو، وتكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين او اي تجربه، عايزين بقى الحاجات الرخيصه والحلوه، تعالوا لي بقى. دي القناه دي هتبقى المرجع الاول لاي حاجه رخيصه في مصر. ايه رايكم؟ كلام كبير، كلام كبير. قده ولا مش قده؟ قده ولا مش قده؟ حتى مش قده عارفة. واكبر منه كمان. قده صح. الحلوه بقى اللي احنا هنعملها دي اسمها ايه؟ اسمها السخينه. هي اسمها كده، دي حاجه صعيدي كده واحنا بنعملها. هي ليها طرق كتير. تمام. فاحنا هنعملها لكم بالطريقه البسيطه خالص، الشعبي خالص. حلو. تعالوا بقى تعرف ايه. يعني ايه سخينة؟ يعني ايه سخينه؟ جاية من السخونة، يعني حاجة بتدفي في الشتاء. بجد؟ والله. طب دي حاجه كويسه والله. طب يلا بينا ولا ايه، ولا يلا هنفضل بسرعة. واقفين كده؟ لا لا يلا. بصوا هنجيبوا الطاسه نحطها على النار. تمام. ونجيب حته سمنه. يا سلام بقى لو حته السمنه دي بقى ايه، فلاحي كده ولا صعيدي. هي السمنه فيها فلاحي وصعيدي صح؟ اه. طب انهي الاحلى؟ الصعيدي. حط مش حتة عارفة سمنة صراحة. كده. أهم حاجة تبقى سمنة حلوة يعني. تسيب حتة السمنة كده إيه تسيح. بصوا حلو كده، حلو قوي. بصوا بقى الحلوة اللي احنا هنعملها دي أو التحلية دي هتتعمل بالعيش. سواء بقى انتوا عايزين تعملوها بالعيش البلدي، عايزين تعملوها بالعيش الشامي، أي حاجة. تمام. احنا هنجيب العيش بتاعنا ده العادي ونبدأ نقصه مربعات صغيرة. تمام. نبدأ نقصه كده، احنا نقصه وبعدين نرجع. احنا كده قطعنا العيش. بعد كده بقى المفروض ان هنا السمنه تكون سخنه. تمام. وبعدين ننزل على العيش في السمنه. بعدين بقى ايه كده السمنه سخنه اهي، وهننزل بالعيش هنا بقى كده في السمنه. واديني بقى. انا من زمان اقول لكم ادوني وانا ضايع والله. اصل انا الصراحه النهارده روحت من غير ما اجيب حاجه حلوه للعيال، فاتحطيت بقى انا لازم اعمل لهم حاجه حلوه، لان انا الصراحه مش هنزل تاني. انا مروح النهارده فاصل، فقلت تعالوا بقى اخترع لكم اي اختراع كده. انا الصراحه انا سمعت حاجه مش عارف دي حقيقي ولا لا، سمعت ان السعوديه صدرت لنا رجول فراخ. لا، ده في كارثة أكبر. ايه هي؟ في واحد من المطاعم الكبيرة اه مشهورة طلع بيقول إن الفراخ اللي أعدموها دي اللي ماتت المحلات الكبيرة بتاخدها. والله ده واحد في محل. مم. لا يا ستي محدش، ما يقدروش يعملوا حاجه زي دي. لا انا اتصدمت. انا النهارده كنت واقف مع حد فبيقول لي بيقول لي ان السعوديه مصدره لنا رجول فراخ. انا ما يعني ايه، يعني ايه احنا هناكل رجول فراخ مثلا؟ الناس عماله تتريق في الموضوع، بس الموضوع اصلا مش مستحمل تريقه. هنفضل نقلب كده لحد ما العيش ياخد تحميصه ولونه ايه يبقى ذهبي شويه كده. هنا العيش اخد تحميصه كده. هننزل بقى ايه بالسكر بتاعنا برضو على حسب ايه الرغبه، يعني ايه كل واحد يحط اللي هو عايزه على مزاجه، ملهاش مقادير معينه يعني. وبعدين نقلب بقى السكر مع العيش بقى كده عشان يكرمل ويخلي العيش ايه مقرمش كده. ده بجيب لكم شويه حاجات من التراث، حاجات بتاعت ستي وستك والدنيا الجميله دي. ونفضل نقلب كده لحد ما نحس ان السكر كله ساح مع العيش. بس كده احنا خلصنا المرحلة دي. دلوقتي بقى قدامك حل من اتنين. لو عندك لبن انزل عليها بلبن، ما عندكش لبن عادي هي بتتعمل بالمية، بس احنا النهاردة ايه هنعملها باللبن. وعايز واحدة سلو موشن. اديني بص 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 الكلام. غرقوا بقى العيش ده كله كده في اللبن. دي يعني دي قريبة قوي كده لأم علي، بس طبعا ما اتعملش في الفرن. ريحتها بقت جامدة قوي. طبعا لو حتة سمنة نوعها نضيف
مع الوصفه دي تبقى جامده جدا. ولو رشه فانيليا. ولو رشه فانيليا. بس كده احنا خلصنا. بمجرد ما تشرب اللبن كده، انتوا برضو القوام اللي انتوا عايزينه، يعني احنا بنحبها ايه، يبقى يعني شربت اللبن بس لسه في شويه لبن تحت، او ميه عادي يعني. الدنيا ضاربها السلك يعني عادي، ممكن تعملها بالميه، مش قضيه يعني، مش لازم اللبن. بس احنا ايه، بنعلي الكواليتي بتاعت الحاجه عشان نبقى ناكل حاجه حلوه يعني. ممكن برضو بدل ما نحط عليها سكر نحط عسل اسود، برضه هتبقى حلوه. ممكن بعد ما تخلص لو عندنا مثلا حته شوكولاته، قالب شوكولاته، ممكن نحطه فوق يسيح عليها يبقى حلو قوي. وممكن برضه من فوق رشه عسل اسود، ممكن اي حاجه، بس احنا هنكتفي بيها كده. تبرد بقى شويه وبعدين ندوقها واقول لكم رايي فيها. تعالوا نجرب البتاعه دي. وانا شامم ريحه حلوه قوي. تحميصه العيش، سامعين العيش تحميصته جامده جدا. يا لهوي يا جدعان، بصوا دي مولعه، بصوا شكلها كده عن قرب. طبعا ده عيش يعني، اوريكم شكل ايه، ده عيش عادي. يلا ندوق، بسم الله. تحس طعمها رايح على جلاش يعني. لو انا ده اديتها لاي حد يدوقها كده هيقول ان دي عجينه جلاش، مش هيقول ان ده عيش اصلا. العيش شرب اللبن مع السكر متكرمل كده، السكر اصلا بقى طعمه شبه العسل بالظبط. لا الصراحه جامده يعني، لا جامده جامده. ماشي يا جدعان، لو عجبتكم الوصفه دي بقى حطوا لي اللايك المتين واكتبوا لي كومنتات لو عايزيننا نجرب حاجات رخيصه وحاجات حلوه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.